أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. الله تبارك وتعالى عندما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كان المقصود من بعثته صلى الله عليه وسلم صلاح العالم، فبالشريعة يصلح العالم، وبتركها فساد العالم أجمع، فهي عدل ورحمة وحكمة. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى الظلم، ومن الحكمة إلى نقيضها، لم تكن من الشريعة مطلقا، وإن دخلت في الشريعة بتأويل فاسد أو خاطئ. فالشريعة كلها إنما تقوم على مصالح العباد، ولا يزال الناس بخير ما بقيت فيهم هذه الشريعة الغراء، حتى إذا أراد الله عز وجل خراب العالم وزوال الدنيا رفع ما بقي من رسوم هذه الشريعة، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسرى على القرآن في آخر الزمان في ليلة فلا يبقى شيء منه في صدور الرجال. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: في آخر الزمان يرفع العلم ويظهر الجهل ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة. قال بعض أهل العلم: يتزوجهن الرجل، وذلك بسبب الجهل الذي ضرب بأطنابه على العالم آنذاك، فصاروا لا يعرفون شيئا من الشريعة.